السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني كتير كتير كتير. معاكم ام شاذ. النهارده تعملي ايه يا ام شاذ؟ هعمل البطة الجميلة الحلوة ديت في الكيس الحراري في الفرن. ازاي يا ام شاذ؟ تعالوا نشوي كل الحاجات دي معاها، البطاطس والطماطم والبصل والحاجات الجميلة دي كلها، شويتها معاها وحشتها بالخضار والبطاطس والبصل. بس كانت تحفة وخيال خيال والله العظيم، كانت حكاية. بسم الله ما شاء الله، كان طعمها جميل وكانت سهلة ووجبة صحية. وكل الخضار اللي انا عاملاه معاها دي يعتبر سوتيه جميل خفيف للجماعة اللي بيعملوا رجيم، اللي مش عاوزين دهون والحاجات ديت. فكانت وصفة سهلة ووصفة جميلة. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونشوف هنعمل ايه. انا معايا ايه؟ بطاية حلوة جميلة كده. طلعت على السطح جبت رقبتها وقلت ايه يلا نطبخها النهارده. ومعايا هنا شوية خضار كده، طبعا كنت مفرزاهم في الفريزر، بسلة وجزر وفاصوليا خضراء وشوية بطاطس صغيرين كده. لقيت بطاطس صغيرة وقمت جايباها وشوية بصل وطماطم. ومعايا هنا البهارات بتاعتي، فلفل اسمر وملح، مفيش غير كده. طيب ايه يا ام شاذة هتعملي ايه بعد كده؟ طب انت يا ام شاذة حاطه فلفل اسمر وملح بس، انت ما عندكيش بهارات تانية؟ اقول لك لا يا اختي انت وهي، انا عندي بهارات تانية كتير، بس انا حابه الفلفل الاسمر والملح بس. عاوزه البطه تاخد الطعم بتاع الفلفل الاسمر، مش عاوزاها تاخد اي طعم تاني. تمام. إيه المهم ايه؟ يلا كده هنصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. جبت البطايه الجميله ديت وقمت ايه دعكه جتتها كده من بره ومن جوه بالفلفل الاسمر والملح، وخلتها ايه فل. وانا كنت اصلا غسلاها ومنضفاها ومخليها فله فله فل. المهم يا حبيبه قلبي، ومعايا هنا برضو الطماطم، حطيت عليها شويه ملح كده، فلفل اسمر، وعلى الخضار وعلى البطاطس والبصل. وقمت ايه دعكهم كده به. وبعدين هتعملي ايه يا ام شاذة؟ هجيب البطايه الجميله دي بقى واقوم جايبه الكيس الحراري وحطاها فيه. انا معايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادا الكيس هحط فيه البطايه، وبعدين احط جنبها الخضار. طبعا كل دي وانا مشغله الفرن بتاعي، عشان الفرن يبقى مشغله على درجه حراره عاليه علشان يسخن كده ويبقى جميل. تمام. هنا حطيت البطايه في قلب الكيس، وهبدا احط الخضار معاه. حطيت الطماطم واحط البسله والجزر والفاصوليا الخضراء، وطبعا عندك اي نوع من انواع الخضار تقدري تحطيه معاه. طيب يا ام شاذة، اقدر اطبخ البطايه دي لوحدها كده؟ اه تقدري اعملي زي ما انا عامله وحطها في الكيس لوحدها وزقها في الفرن، او فرخه او اي حاجه عاوزه تعمليه. انا قمت رايحه جايه حشاه هنا ايه، حاطه معاه كده بطاطسيتين وبصلتين وشويه خضار كده. وقمت رايحه حطاه في الكيس. شايفين شكلها والنبي جميل، تتاكل اكل كده من غير ما تستوي. ما احنا بقى ايه قلنا هنجيب الفراخ، الفراخ غاليه خالص. طب انا قلت بقى هتعملي ايه يا بنتي يا ام شاذة؟ هتعملي ايه؟ قمت رايحه طالعه على السطح وقمت واخده بطايه كده من وسط اخواتها كده. يا حول الله يا رب، زمان اخواتها زعلانين عشانها دلوقتي، بس يلا مش مشكله عشان العيال تاكل وتتبسط. المهم قمت تاني رايحه جايه حطاها في الكيس، وحاطه معاها الطماطم، وحاطه معاها الخضار، وحطيت معاها شويه بطاطس وبصل كده. وبعدين ايه قمت رايحه قافله الكيس. خليكم معايا، يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين أشرف الخلق أجمعين. اللي حطيت طبعا على قد الكيس، لأن الكيس دي مش كبير أوي. في أكياس أكبر طبعا للديوك الرومي وللديكور البط أكبر من كده، بس دي كان عندي الأكياس اللي هي الوسط دي. تمام. حطيت في الكيس على قد ما قدر ياخد، وبعدين هقوم ربطاه. خليكي معايا كده، فوق معايا يا بطه، ما تسرحيش مني. ولو انت معايا لسه لحد الان، يا ريت بقى ما تنسانيش كده بالايد الجميله الحلوه دي تدوسي لي لايك وتعليق حلو منكم كده. تمام. طبعا ده الرباط بتاعها بيجي معاه. وبقوم رايحه جايه هنا ربطاه بالرباط. طب هتعملي ايه بعد كده يا ام شاذي؟ اقوم رايحه جايه كده بخله او ببوز سكينه صغنططه، واقوم رايحه خرماها ايه، خرمه كيس ده خرم صغير كده من فوق بس مش من تحت. ليه؟ لان البطه دي هتنزل السوائل اللي فيه، والخضار اللي انا عاملاه ده كله هينزل السوائل. السوائل دي هتسوي ايه الحاجات دي كلها. تمام. ربطنا الكيس وظبطناه. ايه الخطوه اللي بعد كده يا ام شاذي؟ هقول لكم الخطوه اللي بعد كده ايه. جبت الصينيه وقمت رايحه حاطه البطه فيه، وحاطه شويه ميه سخنين، وزقها فين؟ وزقها في الفرن. تمام.
وسبتها بقى كده في الفرن تستوى براحتها خالص. لما لقيتها بقت فله واستوت وقمت رايحه طبعا هنا انا بقول لكم ايه، هنجيب الخله او بالسكينه كده وبالشوكه، وقمت رايحه ايه خرماها خرمان كده. تمام. تمام كده. حطيناها في الفرن وهنشوف النتيجة انا طلعتها هنا ايه. طبعا انا حطيتها في صاج غير الصاج اللي انا وريته لكم، حسيت ان الصينية لسه جديدة وهتتحرق، قمت حطاها في صاج تاني انا بستعمله في الحاجات دي. تمام. تعالوا يلا نشوف البطة معانا عاملة ايه. اهو شوفوا 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 الحلاوه بقى يا ولاد، شوفوا الحلاوه والطعام، يا تكاتك يا حركاتك يا ام شاذة. شايفين البطه طالعه بسم الله ما شاء الله جميل. طبعا فات معايا بقى شويه خضار برضو هسيبهم، لو النبي ما انا سايباهم، قمت حطاهم في كيس تاني هنا اهوت لوحدهم وقمت مسوياه. هقوم رايحه نقله البطايه معايا طبق الالومنيا دي، كنت انا شاريه الاطباق ده حلوه قوي. وعلى فكره لو انتم ما عندكوش اطباق كبيره للتقديم ممكن تجيبوا الاطباق الالومنيا دي وتقدموا عليها بيبقى شكلها حلو. هو دوت انا كنت جايباه وقمت رايحه غسلاه وركناه، لقيته حلو ونضيف قلت نبقى نقدم عليه اي حاجه. شايفه البطه لوز 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 حاجه جميله. ومعايا شوفوا البطاطس بوريكم مستويه ازاي اهي، مستويه من جوه وجميله، تحس ان هي مشويه كده وشاربه بقى من البهاريز ومن الصوص بتاع البطه والبتاع التحفه والله العظيم. زوقتها بقى وظبطتها، هي حطيت الخضار وحطيت الحاجه وظبطتها. وايه رايكم بقى؟ تسلم ايديكي يا ام شذا ولا ما تسلمش ايديكي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بالف هنا للي ياكل يا رب. ودي كان الفيديو بتاعي والوصفة بتاعت النهاردة. يا ريت لو عجبتكم الوصفة بتاعتي ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايكات، واقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.